يوم الجمعة المفترض إنه الاجتماع يبدأ الساعة 10. اجتماع الجمعية العامة للحزب المصريين الأحرار وفقا طبعا الإجراءات القانونية. لو النصاب القانوني ما اكتملش الساعة 10 سيتم تأجيل الاجتماع ساعة لحين للساعة 11. النصاب القانوني في أول مرحلة 50% زائد 1 من الأعضاء، في المرحلة الثانية 25% زائد 1. لو الساعة 11 النصاب ما اكتملش هيؤجل للساعة 12 ويتم الاجتماع في كل الحالات بغض النظر عن العدد الموجود. الساعة 12 هنوقف فعاليات الاجتماع لفترة الصلاة عشان اللي عايز يطلع يصلي يلحق يصلي، وبعدين هتبتدي اجتماعات الجمعية العامة بطرح كلمة رئيس الحزب عن حالة الحزب والحالة السياسية. نمرة 2 هيكون في الساعة 2 هيكون في كلمة للسكرتير العام، وبعد كده هتبتدي فعاليات الانتخابات أو التصويت الساعة 2 بالظبط، وتستمر تقريبا لغاية الساعة 3:30. وبعدين هيتم الفرز. الكلمة هتبقى ازاي؟ الساعة 5. الساعة 5 هيجي الباشمهندس نجيب ساويرس بصفته الداعي الأساسي لحزب المصريين الأحرار. هو أصر إنه ما يبقاش غايب عن الحزب في أول جمعية عامة للحزب، وهيحضر. هو كان المفروض يسافر النهارده ولكن أجل سفره لغاية يوم الجمعة مخصوص، لغاية يوم السبت مخصوص عشان يحضر يوم الجمعة الجمعية العامة، وهيلقي كلمة بيتهيألي المفروض البرنامج بتاعه الساعة 5. وبعد كده كل واحد هيروح لحاله وهيتعرض النتائج بتاعتي في نفس اليوم هتذاع، وهيتم تفويض الهيئة العليا في ساعتها. لا الفعاليات بتاعتها هتبقى مذاعة ساعة ونص ساعتين. مش مهم بقى المذاعة انتوا هتحضروها هتتذاع احتمال على ONTV لايف.